العديد من الأهالي يقفون الآن على البحر يترقبون عملية استخراج الجثث كما تستعرض الكاميرا. أيضا على الناحية الأخرى توجد مراكب تقوم من حين لآخر، مراكب تابعة للقوات الجيش وتابعة للأهالي هنا تقوم بالبحث عن الجثث. أيضا بالحديث مع الأهالي هنا هناك استياء من الأهالي لبقاء الجثث لمدة 5 أيام في عرض لحظة واحدة لا ما تصورش من رشيد.